السلام عليكم. معاكم سلوى محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله باذن الله زي ما انتم شايفين كده هنعمل طعميه زي بتاعه المطاعم بالظبط، واحلى كمان عشان عاملينها بايدينا. الطعميه بتاعتنا مقرمشه من بره وهشه من جوه، وهنعمل احلى سندوتشات طعميه ما شاء الله اللهم بارك زي الجاهزه بالظبط. ومش كده وبس، هقولكوا على سر من اسرار المطاعم اللي بيخلي الطعميه بتاعتنا تطلع هشه. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في قناتي فضلا وليس امرا، واللايك الجميل وتعليقاتكم الجميله، ودوسوا على زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. قبل ما نبتدي نسمي الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. هنجيب زي ما انتم شايفين كده نص كيلو فول مدشوش اللي هو بتاع الطعميه، ماشي، وهننقعه نغسله كويس وننقعه حوالي 12 ساعه. وبعد كده في خلال الفترة دي نحاول نشطفه، نغير مية مرتين ولا حاجة عشان ايه الدنيا حر وريحة وما يعملش ريحة وكده. اول ما تحسي ان الحباية اتقطمت في ايدك خلاص يبقى كده اتنقع كويس. لو لقيتيها ما اتقطمتش ممكن تسيبيه ساعتين كمان. وهناخد نجيب ربطة كرات وكام عود كزبرة وقرن فلفل سبايسي اللي حابب. طب لو ما لقيتش كرات، وبصلة متوسطة وحوالي 5 6 فصوص توم. طب لو ما لقيتش كرات يبقى هجيب ربطة بصل اخضر واخد العيدان بتاعتها والراس بتاعتها بتاعت البصل، وفي الحاله دي ما اخدش بصله متوسطه. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين اهو بقطع في البقدونس، هم كام عود كده مش مساعدين اقعد اقطعهم، واقطع الكرات، ربطه كرات ده بقى اللي بيخلي الطعميه بتاعتنا، ده اللي بيخليها في حته تانية خالص. وقلنا البديل بتاعه البصل الاخضر. وفي الحاله دي زي ما قلت مش هنستخدم بصل بقى عادي، بصل متوسط، هنستخدم ربطه البصل كلها. ونقطع الكميه كده كلها وبعدين نقلبهم في بعض. وقرن الفلفل اللي حابب، يعني هو بيديله ريحة حلوة، اللي حابب يحطه، مش حابب ما فيش مشكلة. خلاص. وفي ناس بتحبها حراقة قوي، فممكن يحطوا قرنين كمان، مفيش اي مشكلة. وخمس ست فصوص توم زي ما انتوا شايفين كده، وبصلة متوسطة. ما نكترش التوم عشان ما يخليش الطعمية بتاعتنا ريحتها فزة يعني وكده. وبعد كده هنقلبهم في بعض زي ما انتوا شايفين. الخضره بتاعتنا كده تبقى مظبوطه ومتوسطه، والطعميه بتاعتنا لان الطعميه بتاعتنا تبقى لونها فاتح وحلو، متبقاش خضرا قوي. طيب ايه السر بقى من اسرار المطاعم برضك اللي بيخلي الطعميه بتاعتنا هشه؟ رغيف العيش. ممكن تحط نص رغيف او رغيف، انا حطيت رغيف، هو خفيف يعني الرغيف خفيف قوي، فاقطعه وطري، واقطعه واقلبه مع الطعميه بتاعتي، مع الخلطه بتاعتي دي كلها بتاعت الطعميه اهو، قطعته وقلبته. تمام. ده اول سر من اسرار اللي بيخلي الطعميه هشه، وفي سر تاني هنقوله بعد كده. طيب هجيب الكبه بتاعتي، انا الكبه بتاعتي صغيره شويه، فهطحن الطعميه على ايه، حوالي 3 مرات. لو الكبه بتاعتي كبيره احطيهم مره واحده، او محضر طعام او مفرمه يدويه. مش معلقتين ميه بس مش كتير، عشان كتر الميه بيخلي الطعميه بتاعتنا تفك. يا دوبك معلقتين كده يمشوا الكبه. تمام. وهضربهم اهو. قلت لا اما كبه محضر طعام، لا اما مفرمه اليدويه او مفرمه الكهرباء. تمام. بس الخلاط بتضطر تحط ميه كتير، تقعدي تصفي وفي مشاكل كتير يعني. تمام. اللي ما عندوش بقى كبه بيبقى عنده المفرمه اليدويه بيعمل بيها، ان شاء الله كلكم تبقى عندكم. وبعد كده بردك معلقه او معلقتين ميه، ما نكترش لحد ما نخلص كل الكميه. يا اللهم بارك. هي بتخلص على طول، ممكن تعملي ربع كيلو يعني مش شرط ده. طب انا بقى عايزه الطعميه، السر تاني من اسرار الطعميه ان الطعميه دي بقى بعد ما اخلصها اما اضربها بمضرب كهربائي او مضرب يدوي، او بالمعلقه. انا ضربت بالمعلقه بس اداني نفس من مضرب السلك. لو انت ايديك هتوجعك اضربي بالمضرب الكهربائي لحد ما تبقى هشه كده. بصي المنظر، دي حوالي 10 دقايق ضربتها والله، عامله زي بتاعه المطاعم بالظبط اهي، بقت هشه ومليانه هوا. ده السر التاني بقى اللي بيخلي الطعميه بتاعتنا هشه. يبقى رغيف العيش والتانية، ودي بقى دي اهم حاجه من رغيف العيش، يعني ممكن تحطيه وما تحطوش، لكن دي اساسيه انك تضربيها. حتى لو حطيتيها في الفريزر وبعدين تيجي قبل ما تستخدميها قلبي بالشوكه او بالمضرب او كده، اضربيها عشان تخش لها هوا وتبقى هشه وانتي بتعمليها. تمام. اخد الشويه اللي انا اعملهم والباقي احطهم في الفريزر. بحط رشه ملح، الملح دوت على حسب ما انت عايزه، رشه كزبره ناشفه،
واحب انا املح الطعميه ولما اجي استخدمها، وحوالي ربع معلقه كربونات او بيكنج باودر، لو معاكي كربونات يبقى افضل. وبعدين معلقتين سمسم بقى اللي تخلي ريحه الطعميه. الخلطه دي بقى معلقه كزبره مطحونه على معلقه سمسم، ودي بقى اللي هغلف بيها الطعميه. دي بتخلي ريحه الطعميه بقى ايه في اخر الشارع. ماشي. اجيب بقى الطاسه احط فيها كميه الزيت، زيت على قد ما انت هتستخدمي. يعني لو احنا هنقول زي المطعم نجيب نملى الطاسه زيت، طب وبعد كده هنرميه؟ حرام. اهو ادي بعد كده قلبت الخلطه كلها وابتديت استخدمها. ببلي ايدي بطرف ايدي كده بالميه، وابتدي اخد واحده واحده واغلفها بالايه، بالسمسم والكزبره اللي انا عاملاهم خلطه في الطبق. الطاسه دي كانت صغيره، ففي الاخر انا غيرتها لانها ايه، حسيت انها مش تنجزني. بعد ما عملت كام واحده كده وايه نقلتها في طاسه تانية كبيره اهي. وبعد نعمل لحد ما نخلص الكميه بتاعتنا. اللهم بارك. انا قلت لكم اللي بتخلي ريحه الطعميه كمان رايحه لاخر الشارع، الخلطه بتاعت الكزبره مع السمسم دي. تمام. تعملي بقى حاجه بايدك ونضيفه، وتعملي كميه وحاجه اقتصاديه. اهو انا قلتها في طاسه كبيره، ودي بتوفر لك كتير. لان قرص الطعميه بكام دلوقتي؟ كنت ما تعملي لولادك كده وتحطي في الفريزر وقت ما تعوزي تطلعي. اللهم بارك، خير ورزق في البيت. ها، مش محتاج مننا غير وقت صغير في المطبخ بس. يعني اعملي ربع كيلو يا ستي، بلاش تعملي نص كيلو اهي. ونقلبها. وقعت مني معلش، عفوا. وتطلعيها بقى على مناديل، على مصفى، زي ما انت عايزه. عفوا. بس ايه، ما شاء الله اللهم بارك، طلعت احلى طعميه. شايفين هشه ازاي من جوه ومقرمشه من بره؟ اللهم صل وبارك. الف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. اهو شفتك طلع لي طبق قد ايه بذمتكم. انتوا لو اشتريتوه من بره ده هتشتروه بكام؟ ولسه بقى بقت الكميه تحط في الفريزر. ولفت اللي كنت مخليه معاكم كنت شايلاه عندي اهو، طلعت منه. وطماطم وكابوتشي، ولو عايزه صلصه طحينه اعملي وحطي، انه حابينها حطي كابوتشي، حته كابوتشي كده، وتحطي الطعميه وبعدين الطماطم والمخلل اللفت مع الطعميه، ده تحفه. ما شاء الله اللهم بارك. اهو احلى سندوتشات. حطي بقى في عيش بلدي، في عيش شامي، اللي انت عايزاه. سلام بقى لو خبزتي عيش بحبه كامله بقى. يلا الف الف هنا وشفا. وربنا يخليكم ليا يا رب، واعمل لكم على طول واطلقوا اللي انتوا عايزينه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اهم حاجه الدعوه الحلوه، وتشيروه لحبايبكم واصحابكم، واللي مشتركش في القناه يشترك. ولايك جميل وتعليقاتكم الجميله. ونصلي على سيدنا محمد في الكومنتات. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.